الأربع إخوات بنات، يعني هي الخمسة بتاعتهم. كانت عايشة ومبسوطة، ولكنها كان عندها مشاكل بس كده، أو تقدر تقول من ذوي الهمم، بس كانت لسه حاجة على صغيرة. طبعا مامتها كانت بتحبها جدا وكانت حنينة عليها جدا، ولكن للأسف الشديد مامتها اتوفت. فبعد وفاة والدتها طبعا البنت زادت سوء، وبقت طبعا بتحس بحاجات غلط، وبقت بتحس ان هي عندها وسواس قهري، بقت بتعمل حاجات غريبة لدرجة انها بقت بتخاف من اي حد. وطبعا كانت زعلانة جدا، مش على امها وبس، لا ده كمان بسبب ان باباها كان بيفرق ما بينها وما بين اخواتها، والكلام القاسي الكبير اللي كان بيقوله لها، المفروض ان انت السند والظهر والحمايه ليها، كان بيقول لها انت بنت حرام، انت بنت ما ينفعش تعيشي معانا، انت وقفتي حال اخواتك ووقفتي حالنا، انت لازم تسيبي البيت وتمشي، ولما تمشي وتسيبي البيت حالنا هيتصلح. طبعا انت كواحد سمعت كلام شبه دوت وكذا مره بتسمعه، البنت طبعا اخدت بعضها وسابت البيت ومشت. محدش دور